السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. تحياتي ليكم في كل مكان. النادي الأهلي في الفترة الأخيرة الكلام كتير عليه بسبب الصفقات، بسبب الهجوم على مجلس الإدارة وكابتن محمود الخطيب، وكمان لجنة التخطيط وخالد بيبو، ويعني مدير التعاقدات طبعا أمير توفيق. كلام من كل حتة وناس كتيرة قوي هجمت بشكل قوي جدا عليهم أجمعين. ولكن بعد صفقة يحيى عطية الله الدنيا اختلفت تماما. يحيى عطية الله كان المفروض ان هو الصفقة دي بنتكلم فيها من 3-4 شهور تقريبا، وناس كتيرة جدا جدا كانت بتقول انه وصل الاهلي. لا لسه، لا كان لسه بالفعل، وخصوصا بعد احداث الوكيل بتاعه لما طلع وقال ان نادي الزمالك بيتفاوض معانا والنادي الاهلي ما فيش كلام بيننا وبينه خالص. واكتشفنا في النهاية ان الاهلي بيعمل تمويه، او الحقيقة الكاملة الناس قالت كده، لكن الحقيقة ما كانش تمويه ولا حاجة. النادي الاهلي كان بالفعل اوقف كل المفاوضات مع يحيى عطية الله، ولكن بعد مكالمة الوكيل بتاعه بالصدفة، بعد المكالمة الغريبة اللي قال عليها وهجم بيها على إدارة الأهلي، فوجئنا إن الأهلي تواصل مع الوكيل وقال له كلمتين: إنك هتخلص ولا لأ، في طريق ولا مفيش. هقول لك كمان في حاجات بس أكمل لك القصة دي. ففعلا الأهلي خلص معاه وخلص يحيى عطية الله مع النادي الأهلي وأعلن الصفقة اللي بعدها هو بن رمضان، محمد علي بن رمضان. لعيب يعني تقريبا ما كملش 25 سنة، لعيب كبير، لعيب جامد جدا 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 حقيقي، وانت محتاج لعيب زي ده. ولكن تفاصيل المفاوضات كانت فيها حاجات كتيرة جدا، وفيها عقد وفيها مشاكل بسبب المبالغ المالية. النادي اللي فيه بن رمضان عايز نسبة ما بعد البيع، اللي هو إعادة البيع، عايز نسبة حوالي 15%، والأهلي رافض الموضوع ده. بس اعتقد ان في الفترة الاخيرة الموضوع خلاص، يعني الموضوع بالتأكيد كده تحس خلاص الموضوع بينتهي يعني. كمان الكلام على محمد عبد المنعم، عايز بس اقول كلمتين يا جماعة بخصوص محمد عبد المنعم. لا ننسى محمد عبد المنعم وهدفه في الوداد المغربي، لا ننسى محمد عبد المنعم وهدفه في نهائي بطولة افريقيا، لا ننسى محمد عبد المنعم اللي عمل مع النادي الاهلي بطولات قوية جدا في اخر سنتين تحديدا. محمد عبد المنعم يا جماعة ما ريحش خالص بقاله سنتين تقريبا. محمد عبد المنعم كان من اللعيبة اللي بتطلع اعارة في النادي الاهلي، من اللعيبة اللي هي، فما تنسوش يا جماعة ان محمد عبد المنعم هو اللعيب اللي وقف مع الاهلي في الفترة اللي فاتت، وكان قلب الدفاع الاساسي على مدار سنتين من غير راحة تماما. محمد عبد المنعم اللي كان مهمش، وكان بيطلع اعارة لسموحة وبيطلع اعارة لاندية كتير جدا، وكان لولا كيروش هو اللي اكتشفه. كيروش هو اللي خلاه يعني يرجع في المنتخب ويرجع يلعب، واكتشفوه في المنتخب. بعد كده رجال النادي الاهلي يدور عليه. صحيح النادي الاهلي محتاج محمد عبد المنعم، ولكن مش هيقف عليه، يعني خلينا نقول ان النادي الاهلي ما بيقفش على حد. كمان اللهم صل على سيدنا محمد. محمد عبد المنعم جاي له العرض القوي جدا من نيس الايطالي، او اعتقد الفرنسي، اسف. ف يعني محمد عبد المنعم بيبقى عايز يحترف، ده طبيعي، هو لعيب خلاص يعني بيبقى 24 سنة 25 سنة، فبالتالي هو محتاج ان هو يحترف الفترة الاخيرة. بعض من جماهير النادي الاهلي، بقول بعض، بيهاجموا بشكل قوي جدا وبيقول عليه الخاين اللي باع الاهلي اللي... فيش الكلام ده يا جماعة. انت في احتراف، هو حقه انه يدور على الفلوس لانه هو لسه صغير وعايز يأمن مستقبله في حتة تانية، لانه اعتقد 2-3 كمان مش هيقدر يمشي، مش هيقدر يحترف، يعني خلاص الموضوع انتهى بالنسبة له. فهو اوروبا بالذات بتدور على اللعيب اللي في السن ده، فهو لو عدى المرحلة دي محدش هيشتريه، انتهى. هو دلوقتي في وقت السن بتاعه اللي اوروبا بتعوزه. احنا شفنا دلوقتي لامين يامال، يعني اللعيب المغربي 17 سنة يا جماعة، 17 سنة وبيلعب في منتخب.
فالموضوع مختلف تماما عننا هنا في مصر وفي العرب بالذات. هم هناك بالنسبه لهم ده سن خلاص، يعني 23 سنه 24 سنه هو كده خلاص، فاضل له سنتين ثلاثه وهوب شكرا مع السلامه. فلو قعد اكتر من كده في الاهلي مش هيقدر يمشي، مش هيقدر، ومش هيجي له عقد زي اللي جاي له ده. 4 مليون يورو، 4 مليون يورو زائد مليون امتيازات. فلما يجي له مليون امتيازات اللي هو بقى حاجه بنسميها كده احنا ايه، حوافز. يعني الحوافز دي لعبت كويس، جبت اهداف، عملت، شاركت في نسبه المشاركه، كل ده بياخد عليه النسبه اللي هي مليون يورو. طيب لو احاول ان هو يبيع محمد عبد المنعم النادي ده، نسبة إعادة البيع هتبقى للنادي الأهلي طالب 25%، أعتقد إن هي هتخلص على 15% أو بالكتير أو 20%، بس هي خلاص بالنسبة كبيرة الموضوع منتهي.